لو نفسكم تاكلوا حاجة حلوة وما عندكوش أي أدوات ومش عايزين تشغلوا فرن ولا بيض ولا دقيق، يبقى مفيش غير تحلية ال10 دقايق الخطيرة دي. طعمها تحفة، هتعمليها في 10 دقايق وهتاكليها في نص دقيقة. صلوا على النبي الأول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا شوف عملناها ازاي. معايا نص كوباية من الفول السوداني المحمص، هطحنها في الكبة حوالي 3 دقايق. كل دقيقة بنزل الجناب بتاعتها كده وبرجع اطحنها تاني. مرة على مرة هتلاقوا ان القوام ابتدى يبقى انسيابي، وزيوت الفول السوداني بتطلع بالشكل بقى للقوام اللي انت عايزاه. بعد كده هضيف عليها معلقة او 2 من العسل، ورشة بسيطة جدا من الملح. وممكن كمان تضيفي معلقة او 2 من الزيت في المرحلة دي لو عايزة القوام يبقى سايل شوية. بس انا هنا اكتفيت بزيوت الفول السوداني وما ضفتش اي زيوت. وبكده بقى عملت زبدة فول سوداني صحية 100% وطعمها خطير. تقدري بقى تستغني عن الخطوة دي كلها، لو عندك زبدة فول سوداني تقدري تستخدميها على طول. المكون التاني هو 100 جرام من بسكوت الشاي، اي بسكوت تفضليه. المهم ان احنا بنطحنه في الكبة ناعم قوي، ما بيبقاش فيه قطع، يعني على قد ما تقدري خليه فرافيت بالشكل ده. وضيفي بقى زبدة الفول السوداني اللي احنا عملناها على 100 جرام من البسكوت. انا ضفت الكميه كلها. هنحتاج فيما يعادل معلقتين كبار مليانين من زبده الفول السوداني. قلبيهم بقى مع بعض كويس جدا، ولو احتاجت معاكي معلقه او 2 من الحليب هنضيفهم تدريجيا زي ما انا عملت كده. حطيت معلقه وقلبتها وحطيت المعلقه التانية لحد ما العجينه هتتجمع معاكي بالشكل ده، اللي هو بقى تقدري تشكليها كده كور صوابع، تبقى سهله معاكي في التشكيل وما تزوديش حليب اكتر من كده. بقى هحطها في علبه، والعلبه دي يبقى فيها يا اما كيس تلاجة او ورقه زبده. سويها كويس جدا وحضري بقى حوالي 3 4 قطع من الشوكولاته. انا استخدمت شوكولاته بالحليب، سيحتها وحطيت عليها معلقه زيت علشان تدي لمعه، وفردتها كده على الوش. وقبل ما ادخلها على التلاجة علشان الشوكولاته تشد هديها تقطيعه علشان اتاكد اني بعد كده وانا بقطعها وهي جامده ما تتكسرش معايا. كل مره بنقطع كده بنمسح طرف السكينه بمنديل مطبخ علشان الشوكولاته ما تعلمش من فوق. واخر بقى حاجه شويه صغيرين كده من السوداني المجروش او فتافيت البسكوت حتى. تدخل التلاجة دقيقتين 3 على طول الشوكولاته بتشد. كملي بقى عليها تقطيع وبقى جاهز معاكي اسرع واحلى تحليه. ما خدتش وقت ولا فرن ولا دقيق، وكمان طعمها خطير. لازم تجربوها، حلوه جدا. وممكن كمان يعني تعملوها في ضيافه العيد او لتوزيعات للاولاد. تعمليها كور، تعمليها صوابع، او استسهلي كده واعمليها زي ما انا عملت مربعات. من احلى واسهل واسرع الحلويات اللي هتجربوها، هتدمنوها بجد من حلاوتها. جربي بقى وابعتيلي تطبيقاتك على جروب وصفات ايمان ايوب. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، وما تنسوش اللايك والشير، وبالهنا والشفا.